لكن اللي حصل بالظبط إن هم فكروا تفكير كان ضد مصلحتهم. إن بطش ربك لشديد، هم كان ضد مصلحتهم، هم حاولوا يتفادوها، يعني مش عايزين أي خسائر فخسروا كل حاجة. بيقول لو كانوا دخلوا في الجبل مباشرة بسن السفينة ما كانش حاجة حصلت، لكن هم صمموا انه حتى السفينة لا تخدش، فسبحان الله العظيم كانت النهاية. فشوفوا مثلا بيقول كانوا بيفكروا ضد مصلحتهم، عشان كده الواحد يخاف، لأن ربنا بيقول سبحانه وتعالى، يقول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الواحد يعني شوفوا هو مش قادر يعرف مصلحته، مش قادر يعرف يفكر. وده المنظر لما هيبدأوا يرتطموا بالجبل. إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا. شوفوا مثلا سبحان الله العظيم. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب. شوفوا هيحاولوا طبعا، ده تخيل للي حصل، لكن شوفوا طبعا الحقيقة قد أشد من كده بكتير، لأنهم دول يعني بيصوروا المسألة بشكل تصوري، لكن في الحقيقة طبعا واحد بيفقد حياته هتشوفوه كان بيعمل إيه يعني. نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود. سبحان الله العظيم. عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود. هم حاولوا ينحرفوا بالسفينة دوما رضا فارتجي دوما رضا. لا إله سبحان إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. شوفوا يا إخواني مهما حاولوا خلاص. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. بيقول اختاروا الاختيار الخطأ. ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله. سبحان الله العظيم. شوفوا انحرفوا، وقفوا المحركات، حاولوا يعني يفرملوا السفينة، لكن سبحان الله العظيم. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. شوفوا هي دلوقتي داخلة مباشرة على الجبل، عشان الجبل يشيل 5 بلوكات من أسفل السفينة ببروز هو تجهز لهذه المهمة تماما، فيكسر هذه البلوكات 5 لتغرق السفينة وينكسر جثمانها وينكسر معاها عنفوان وكبرياء من صنعها.
وادي هؤلاء المساكين الغير قد يكون بعضهم ملهوش ذنب. سبحان الله العظيم. شوف يا اخواني، يعني غرقت السفينة وغرقت معاها كل أحلامهم، وانكسرت معاها نفوسهم، وانكسر معاها كبريائهم. حتى هم نفسهم بعد كده بيقولوا احنا كنا مغرورين زيادة عن اللازم. وبرضه كان في مكوك فضاء أمريكي اسمه تشالنجر المتحدي. بيتحدى مين؟ ده مسكين، ده ماشي في الهواء زي طائر بسيط. وبرضه للأسف الشديد الغرور أدى إلى احتراق تشالنجر. وغيره من الموككات الفضائية لما بيغتر. يعني شارون كان رئيس وزراء إسرائيل، كان بيتكلم عن مكوك فضاء أمريكي، وبعدين بيقول احنا عايزين نطلع فوق عشان الناس تعرف كلها ان احنا ملناش حدود، يعني مفيش حد بيقف قدامنا. وسبحان الله العظيم، هذا المكوك ايضا من حوالي 4 سنوات انفجر في السماء. معانا اتصال. فاخواني احنا يعني محدش ينفع يتحدى ربنا سبحانه وتعالى وجل جلاله. الكبرياء والغرور إنه لا يحب المستكبرين. ربنا ما يحبش المستكبرين، ولا يحب المغرورين، ولا يحب الظالمين. إن الله لا يهدي كيد الخائنين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين سبحانه وتعالى وجل جلاله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه يجنبنا وإياكم مواضع الردى. أنا عايز أقول لكم معلومة برضو في موضوع تايتانيك ده، إن هم كل الاستغاثات اللي استغاثوا بالناس في هذا الوقت بقت بالفشل، لدرجة إن البحارين اللي معاهم سفن أخرى شايفينهم في بيغرقوا، وبيقولوا إحنا كنا متخيلين إن دي نجوم بتسطع في السماء على مياه البحر، مش واخدين بالهم خالص. حتى يعني الطلقات النارية اللي أطلقوها في السماء عشان الناس تاخد بالها إنه في حاجة خطيرة بتحصل، بيقولوا فكرناها ألعاب نارية. السفن اللي شافتها بيقولوا فكرناها ألعاب نارية، على الناس بتلعب وبتهيص. سبحان الله، يعني فعال لما يريد سبحانه وتعالى. احنا دي كانت أول حلقة في وذكرهم بأيام الله، ومع قوة الله ومع عظمة الله ومع كبرياء الله سبحانه وتعالى نستكمل بإذن الله عز وجل في الحلقات القادمة. بالحب التقيت بكم، وبالشوق أنتظركم إلى الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل. تنسوش الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بالذات غدا. إن الله عز وجل أمر عباده بأمر ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، فأمر ولم يزل آمرا عليما حكيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من اللؤلؤ والمرجان في شرح صفات الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان، لله الأسماء